ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى البانيه بالشكل الجميل ده مقرمش تحفة. هنعمل بقى التتبيل. معانا بصل، معانا طماطم، معانا فلفل. انا مزودة الكمية شوية عشان اشيل في الفريزر. معانا ملح، معانا فلفل اسمر، معانا توابل، اي توابل انت عايزاها حطيها. هناخد كل الكلام ده في الكبة، هنعمله كده مخطط. لو انت مش عندك كبة حطيه في الخلاط، هيضربه كده بغطط بالشكل ده. فالكمية ما جاتش على مرة واحدة، هبدأ افضيها واحط باقي الحاجات التانية في باقي الكمية يعني في الكبة بالتوابل معانا، ما كانتش جت في اول مرة. هنبدأ بقى ندعكم كلهم مع بعض عشان التوابل كلها تتقلب مع التتبيلة. دعكيها كويس جدا، يقوم البصل ينزل ميته وكله يتغلف كده مع التتبيل. يلا اعملوا لايك بقى واعملوا شير واعملوا متابعة للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. هنقصها بقى زي ما قلت لكم، هشيل منها كميه، هخليها لرمضان. يعني كل ما بعمل حاجه الواحد يشيل كميه توفر معاه شويه كده في رمضان. هشيلها في الفريزر. جبنا بقى البانيه، مسكناه غسلناه بالليمون والملح، ما تنقعيش في خل عشان بيهري الحاجه. بصي بيبقى نضيف معاكي بالشكل ده ومتصفي. هنبدا بقى ندعك بالتتبيل، انقعيه بقى في التتبيل اللي احنا عملناه. اهم حاجه بس تصفيه كويس عشان ما يبقاش فيه ميه ويبقى مش حلو كده معاكي في التتبيل بعد ما تغسلي يعني. حاولي بقى كل حته كده تبقى متغلغله كده مع التتبيل معاكي، تبقى شاربه منها. بصي الحته دي كده ما فيهاش اهي، هبدا احط لها بردك تتبيل من فوق ومن تحت. بصي وانا بضغط كده هتلاقي الميه بتاعه البصل شايفينها بتاعه التتبيل كلها، بتبقى لما بتبداي تدعكي فيه بيفرق قوي. هتسيبيها بقى منقوعه شويه على حسب بقى اللي انت عايزاه. كل ما يقعد هيبقى احسن معاكي متوفر ومعاكي وقت، انقعيه قبلها بليله وخليه، مش معاكي خلاص. شكلها جميل ازاي. يلا بقى نعمل بقى الكفر بقى من بره. معانا هنا بيضه، هفكها بس بشويه لبن. ما عندكيش لبن ما تحطيش. معانا هنا رشه ملح، رشه فلفل اسمر، رشه شطه لو انتي عايزه. لو مش عايزاها خلاص شيليها. هنبدا نفكهم كده بالشوكه عشان البيضه مع اللبن تبدا تفك. نفكها بالشكل ده. ومعانا بقى هنا كده ايه البقسماط. بعد ما فكينا خلاص البيضة، معانا بقى هنا كده البقسماط. عملناه ده ازاي؟ معانا فيجيتار، بنجيب فيجيتار جاهز، ومعانا اللي هو الفيجيتار اللي هو الاصفر اللي هو زي بتاع كنتاكي كده. ومعانا دقيق، وبحط مرقة دجاج وملح وفلفل اسمر واي توابل عندك. لو انت الاصفر ده مش عايزاه يعني يبقى الطبقة معاكي مقرمش اوي من بره، ممكن تطحنيه شوية في الكبة. هناخد بقى البانيه ونبدأ نحطها في البيض ونرجع نحطها في الفيجيتار اللي احنا عاملاه. الفيجيتار اللي قدامكم ده مطحون فيه الحاجات الصفرا دي، مش بنحبها يبقى ناشف قوي يعني. طحنته شويه في الكبه فهطلع معاكي بالشكل ده. هيطلع معاكي ناعم زي كأنه الفيجيتار، بس بيدي لون حلو وبيدي لون اصفر كده وجميل. اضغطي بقى عليه لو انت عايزه القطعه تطلع متساويه. ومعانا بقى الزيت. سخني طبعا الزيت وانت بتعملي كده، خليه يبقى سخن. نزلي عليه وما تقلبيش عشان الكفر معاكي ما يفكش، ونزليه في زيت سخن عشان خاطر ما يشربش معاكي زيت. بصي بقى عايزاه بقى منعكش، اللي هو البانيه بيبقى شكله منعكش كده من بره. ما تضغطيش، حطي التتبيل، حطي الفيجيتار وما تقلبيش. بص شكله جميل ازاي والكفر ماسك عليه وتحفه جدا.